السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كولر: الأهلي لديه فترة كافية للاستعداد لكأس العالم. وتحدثت مع اللاعبين في أمر هام. تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025. ووقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، حيث من المنتظر أن يخوض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي. وقال كولر في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: نحن سعداء بالمشاركة في حدث رياضي عالمي مثل كأس العالم للأندية، خاصة مع تواجد أفضل الفرق الأوروبية، وهذا أمر إيجابي. وتابع: نعلم أن المنافسة لن تكون سهلة على هذا المستوى، لكن أمامنا فترة كافية للاستعداد، وسنسعى لتقديم أفضل أداء لنا في هذه النسخة الأولى من البطولة. وواصل: الحفاظ على الاستمرارية في الأداء العالي هو أمر محوري. لعبنا مباراتين في الدوري وأهدرنا بعض الفرص، وقد ناقشنا هذا الأمر مع اللاعبين. وأتم: كما أن توفير الراحة بين المباريات أمر في غاية الأهمية، ونعمل على إدارة هذه الفترة بشكل جيد لضمان جاهزية اللاعبين. أشعلت تصريحات اللاعب الدولي السابق أحمد فتحي بشأن انتماء بعض لاعبي الأهلي السابقين إلى الزمالك فتيل الجدل، ودفعت النجم الأهلوي السابق إسلام الشاطر للرد بشكل حاد. وكان فتحي قد صرح خلال استضافته في برنامج ملعب أون تايم بأن اللاعبين محمد بركات وإسلام الشاطر ينتميان إلى الزمالك، الأمر الذي أثار استياء الشاطر. وفي تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت قال الشاطر: أنا لا أفضل الرد على أحمد فتحي، الزمالك نادي كبير وعظيم، لكن كيف عرف أنني أشجع الأبيض؟ هذا الكلام لا يصح ولا يجب أن يحدث. وتابع: لو سئلت هذا السؤال حتى من مذيع ينتمي للزمالك ليس لدي مشكلة. لو قال لي هل تعرف أحد لاعب للأهلي وينتمي للزمالك سأرد بأنني لا أعلم. وأضاف: ما الداعي من إقحام اسم محمد بركات وإسلام الشاطر في شيء لا يخصه وشيء لم يحدث وغير صحيح، أمر لا يحتاج أن نتحدث فيه. واختتم: الحقيقة أنني حزين من أحمد فتحي جدا، وأنا لم أتحدث مع محمد بركات بشأن هذا الأمر، لكنني أعلم أنه من أكبر الأهلاوية في مصر. وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر، وعلق بركات: أنا لا أوافق على هذا التصريح، زهقت من الموضوع ده. وأضاف: لا يمكن لأي شخص أن يلعب للأهلي لمدة 9 أو 10 سنوات ويحقق العديد من الإنجازات ويصنع تاريخا كبيرا، ثم يعتزل منذ 12 عاما وما زال هذا الموضوع يثار باستمرار. هذا أمر غير منطقي. وتابع: عندما يتحدث الجمهور عن مثل هذه الأمور فلا بأس، ولكن عندما يتحدث لاعب محترف أو شخصية رياضية بارزة فإن الأمر يصبح مختلفا تماما. وأشار: لقد كنت أقدم برنامجا تلفزيونيا ذات مرة، وقام مراسل البرنامج بإجراء حوار مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وقال الأخير إنني زملكاوي، فرددت عليه وقتها قائلا: أنا أهلاوي ومعجون بمياه النادي الأهلي. قلت له: هذا وهو أكبر رأس في القلعة البيضاء، ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ واختتم: لقد تم طرح هذا الموضوع كثيرا لدرجة أنه أصبح مملا. أنا لست منزعجا من أحمد فتحي على الإطلاق، فأنا متأكد أنه لا يقصد أي شيء سيء، إنما انزعاجي من تكرار هذا الموضوع مرارا. خطاب الأهلي لرابطة الأندية بشأن تأجيل مباراة إنبي في كأس الرابطة: أرسل النادي الأهلي خطابا إلى رابطة الأندية المحترفة يتضمن الظروف الطارئة التي ترتب عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 من ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية انتركونتيننتال، وذلك التزاما بلائحة البطولة وتنفيذا للالتزامات التي أقرها فيفا قبل مباراته المحدد لها 14 من ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي. وأكد النادي في ذات الخطاب على أن موعد السفر الذي تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها نفس اليوم. وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية بل والإفريقية بأسرها في مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة يوم 10 من ديسمبر، نظرا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم. يذكر أن الأهلي تعادل اليوم السبت أمام أورلاندو
الجنوب إفريقي سلبياً في إطار مواجهات الجولة الثانية من عمر منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. تجدر الإشارة إلي أن الأهلي كان قد تأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال بعد الفوز على العين الإماراتي ب3 أهداف دون رد، ومن المنتظر أن في حال فوز الأهلي في مباراة دور نصف النهائي سيلاقي ريال مدريد على لقب كأس البطولة العالمية كأس انتركونتيننتال يوم 18 من ديسمبر. علق جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي وبورتو السابق على مجموعة الأحمر في كأس العالم للأندية 2025 مشيرا إلى أنها صعبة وليست سهلة، وتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي. وقال بيسيرو في تصريحات عبر قناة MBC مصر: تابعت قرعة كأس العالم للأندية وتابعت مجموعة الأهلي الذي سبق ودربته لمدة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر، وأيضا كنت المدير الفني لبورتو، وأعلم أن الفريقين كبيرين للغاية، وأرى أن القرعة متعادلة ومتوافقة لأن الأربعة فرق كبار للغاية، مجموعة صعبة وليست سهلة وعلى الجميع أن يلعب للمكسب. وتابع: الأهلي ناد كبير داخل إفريقيا، والآن يثبت للجميع أنه كبير في العالم ولديه العديد من الكوادر، وأنا قمت بتدريب الفريق فترة قصيرة، لكنني تمكنت من رؤية مدى قدرة الأهلي على مواجهة الفرق في العالم أجمع. الأهلي دائما عنده رغبة في الفوز بجميع المباريات، لديه أيضا القدرة على الوصول للنهائيات ويحقق الفوز في كل المباريات. وأفاد بيسيرو: بورتو ناد كبير في البرتغالي، والأهلي كبير داخل مصر وإفريقيا، وأرى أن الناديين متوافقان، وأعلم أن هذه المجموعة ستكون رائعة. أنا دربت الفريقين وسعيد بتواجدهما في المجموعة، وأيضا دربت بنافيكا وكنت أتمنى تواجده. ما هي النصائح التي توجهها للأهلي قبل البطولة؟ أتوقع أنها لحظة صعبة وحاسمة. الأهلي يمتلك مدربا رائعا ولاعبين رائعين يحققون جميع البطولات، عليهم أن يركزوا ويدرسوا الخصم، وأنا أعلم جيدا حجم الضغوطات عليهم من أجل الحصول على كل البطولات، لكني أعلم قدرتهم على تخطي هذه الضغوطات. كيف تقيم تجربتك مع الأهلي وبورتو؟ قضيت فترة قصيرة للغاية مع الأهلي، لكن رأيت إصرار اللاعبين والعزيمة. مع بورتو كانت هناك صعوبات وتخطينا بعضها، لكنه فريق ليس سهلا ودائما يسعى للفوز، وربما هذه المرة الأولى التي يلتقي الفريقان وهو يعلم مدى خطورة الأهلي وسيسعى للمكسب وحصد النقاط. في البرتغال يعرفون قيمة الأهلي. وأردف: الأهلي الآن لديه شعبية كبيرة داخل البرتغال، قد التقى ببنفيكا من قبل ولكنه لم يواجه بورتو. ستكون المباراة الأولى بينهما، وأعتقد أنها ستكون رائعة. لو كنت مدربا للأهلي كيف ستوقف خطورة ميسي؟ أتم: الأهلي سيواجه إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية، وأعلم أنها ستكون صعبة للغاية، ولكن علينا أن ندرك جميعا أن الأهلي يستطيع أن يوقف ميسي بما لديه من لاعبين.